مصباح أوراني رئيس لجنة فرعية 4 بمدرسة المعهد الأزهري الديني بالفيوم. نعرف من حضرتك سير عملية الاستفتاء في المرحلة الثانية النهارده. تمت عملية الاستفتاء الساعة 8 صباحا وبكل هدوء والإجراءات تمت بالإجراءات العادية، وكل ناخب بياخد حريته في الإدلاء بصوته بكل حرية وارتياح، واي استفسارات موجوده بره، واللي فيه كشوف موجوده بره برضه بيجي للرقم واضح، وزي ما حضرتك شايف سايره بكل هدوء، وكل واحد بيدلي بصوته بكل حريه ودون اي تدخل من اي حد يعني. ودي حتى نشر من الديمقراطيه التي نريد ان تسعد بها مصر ان شاء الله مستقبلا باذن الله. ما فيش أي تسجيل لأي انتهاكات أو تجاوزات لأي حد خالص؟ لا ما فيش أي تدخلات، والأمور لأن الشعب الناخب دلوقتي في المرحلة الثانية بالذات واعي أكتر من المرحلة الأولى، وكلهم مروا بالمراحل، وحضرتك شايف الإجراءات ماشية بكل وضوح والإجراءات العادية، مع إنه كثرة الناخبين ولكن لا يؤثر على سير العملية الانتخابية. نسبة الإقبال يا فندم عاملة إيه؟ هي حاليا في إقبال كويس، بس طبعا احنا في الساعات الأولى ما لسه تجاوزنا ال3 ساعات، في اقبال يعني كويس، ولان منطقه معروفه يعني بالاقبال كويس يعني متزايد ان شاء الله. شكرا. محمد